يا على المتابعين اللي جماعة، يعني انا 1000 واحد يشوفني و100 هما اللي عاملين اشتراك. انا الا بجد عشان محدش يشترك في قناتي. على فكرة بكرة هكبر وهبقى جامدة جدا وهتقعدوا تتحايلوا عليا ان انا مش برد على الكومنتات بتاعتكم. بصوا فتحت الكشاف، بصوا الجمال. يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وعافية. جماعة يلا النهاردة في فلوج جديد. اول حاجة شكرا 105 مشترك، متشكرة جدا على راسي من فوق. ربنا يخليكوا ليا ويديمها النعمة كده ونكبر ونعلى مع بعض اكتر واكتر. والنهارده هاخدكم معايا في روتين، عايزه اروق الدولاب بتاعي وعايزه اوريكم شويه حاجات عملتها في البيت عندي واضاءات وكده. ويلا بينا، متنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ما تنسوش يا جماعه. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا جماعه، بصوا دلوقتي الدولاب ده اللي هو بتاعي انا ومولي، تمام؟ الرف ده بتاعي انا، الحاجات دي بتاعتي الحاجات دي بتاعت مولي، تمام؟ انا عندي مشكله، انا الهدوم عندي كتيره ومولي الهدوم بتاعتها قليله واغلبها مش حاجات يعني حاجات ما بتتعلقش. انا عشان اللي بلبس اللي هو اللبس الشرعي بتاعي، العبايات او الفساتين او كده، فاغلبها حاجات بتتعلق. ليه بقى؟ فانا اخترت الطويله دي كده، شايفين التعليق من اول فوق لحد تحت، فقلت دي تمام يعني عشان الهدوم احطها ما تتكربش. لكن عند مولي زي ما انتم شايفين كده من النص اهو، من النص كده لتحت، فالهدوم بتتكرمش من تحت. بس انا طبعا مضطره ان انا انقل، اجيب حاجات دي هنا والحاجات دي هنا والحاجات دي هنا، اجيب الحاجات دي هنا. وعندي طبعا الحته بتاعت الشنط دي، بصوا جبت الشنط بتاعتي كلها هنا حط اهو. دي شنط كلها برضو عايزه ايه ارتبهم تاني من اول. فتعالوا معايا اخدكم جوله كده ايه في اللذيذ. اول حاجه نفضي، ارتب بقى الشنط الاول هنا. دي شنطه دي لا استغنى عنها بجد يا جماعه، كنت جايباها رخيصه جدا، جايباها 200 جنيه. ودي بقى كنت بحط فيها حاجات مولي، لان مولي لما بنزل معاها بره ساعات بتاكل بتوسخ نفسها التيشيرت بتاع، فببقى يعني دي بعد ربنا دي حاجه انا بضمنها يعني ان شاء الله. فدي مهمه جدا بس احطها ورا. ودي يا مولي، ودي لما بروح عند ماما مثلا رايحه بات او كده فباخد فيها حاجتي برضو، دي ظريفه كده حاجتي انا ومولي مع بعض، فبرضه هخلي الحاجات دي ورا. قولي ده ايه؟ هقول لكم يا جماعه، ده المايك اللي هو والله ما استخدمته ولا مره يا مريم. فجبت المايك وركبته في ده واستخدمته وعلقته زي البني ادمين ولا مره، ومكسله. وبعد كده لقيت انه مش عارفه عشان اشغله لازم بلوتوث ايه وبتاع ايه، فحسيت الموضوع كده مقرف فرحت ركناه. حرام عليا طبعا، بس انا هحاول ان شاء الله ان انا اشغله. بصوا الشنطه دي اخويا جابها لي هديه من بره مصر هنا كده. بعد كده نبتدي بقى ايه نرص بقى. الشنطه دي صاحبتي عملتها لي، جميله جدا جدا، تقيله كمان، شنطه تقيله. ودي الشنطه المفضله بتاعتي، بروح بيها الدار عشان سهله بحط فيها المصحف. ممكن نخليها ورا هنا وخلي الصغيرين دي قدام. دي شنطه، بحب الشنط الصغيره بس بحب الشنط الكبيره اكتر عشان بتشيل المصحف بقى والحاجات دي كده. دي شنطه صغنونه جبتها من مينيسو او مينيسو، مش عارفه بتقول عليها مينيسو او مينيسو، مش عارفه بصراحه، بس هي تقريبا مش عارفه هي نطقها ايه بالظبط. بس بص شكلها حلو قوي، بتمشي بقى ايه مع البيجات والحاجات اللي عندي. ونيجي بقى على الشنطتين الجامدين دول. واو يا جماعه، ما احلاهم ما اخفهم. جبت بقى الاثنين دول، حطهم برده مكانهم، حلوين قوي رجعت لكم تاني. يلا بينا. طيب هي دي هدومي بصراحه مش عارفه انا هنقلها تاني ولا هعمل ايه، انا اصلا ناسي الدولاب ده هنا فيه. ماشي. بصوا هنقل هدومي دي هنا واجيب الحاجات دي هنا، مفيش حل تاني، مفيش اي حل تاني.
خلاص رصيت حاجتي، رصيتها والشنط رصيتها والحاجات اللي فوق رصيتها، والحمد لله كده ده كده بقى بتاعي. والحمد لله يا جماعه بسم الله ما شاء الله عشان الهدوم كتيره. فانا كانت خطوه صح ان انا ارص حاجتي هنا. وما تقفلوش، استنوا بقى ايه بقيه الفيديو ويلا بينا. هنا بقى كنت جبت الكهربائي عشان يغير لي الاضاءه بتاعه البيت. بصوا يا جماعه البيت حلو بس محتاج اضاءه تكون كويسه. تمام. انا الاضاءه عندي بصراحه كانت مش احسن حاجه. عارفين الاضاءه البيضاء اللي تحسوها باهته كمان، فكانت مضايقاني بصراحه. وجبت الكهربائي فبدا ايه، عندي كمان لمض في الشقه محروقه. فهو جاي بقى ركب لي النجف. وبصوا يا جماعه ركب لي ايه اللي في السقف دي زي سبوتس كده. عادي كمان. بصوا يا جماعه هي عامله زي الكشافات. عارفين تدخلوا المحلات وتلاقوا كشافات كده، هي بتبقى نفس الاضاءه دي. فانا بحب الاضاءه دي جدا، مش بتاعه الطرقه، لا اللي هي في الصاله. وعملت زيها كمان في الاوضه عشان افتح اهو. هو قاعد بقى بيركب لي بتاعه الاوضه كمان، لاني الاضاءات بتاعه النجف دي ما بقتش بحبها ابدا والله. غير ان انا بقى عايزه في دماغي كده ان انا عايزه انقل الاوضتين اغير مكانهم. اوضه النوم تبقى في الاوضه التانية تبقى محبوكه كده وشكلها كويس، والاوضه السمهلله دي اهو. بصوا ركب لي الاضاءه. طبعا ايه معلش بقى الدنيا مكركبه لان انا اصلا لسه يا جماعه بنقل، مش بس كده، وده مش انا كمان الشكل جبت النهائي. ستاره. يلا بقى نزوق وهسيبكم بقى مع البيت الفقره ونبتدي بقى دي. نحط ستاره الحمام. جميله جميله وبيضه وجميله. بصوا الحلاوه. هو ايه يا جدعان ده؟ ايه ده؟ فين البتاع اللي بحط فيها الستاره؟ انها قماشه بيضاء. هو مديني دي بس مش عارفه ايه ده، فيه ايه بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حد فاهم ده ايه ده؟ قبل ما اعيط واصوت. ما هذا؟ مش هي دي حلقان، بس المفروض الستاره تبقى مخرومه صح ولا ايه؟ مش المفروض تبقى مخرومه على الاقل؟ حلقان اهي. طب انا احط الحلقان دي فين؟ في ودني؟ احط الحلقان دي في ودني باين كده اهو. حلقان 10 كيلو حلقان اهو. الستاره دي هتتركب ازاي؟ الله اعلم، الله اعلم. ايه ده؟ ايه ده؟ طب انا فرحانه كمان، هي حلوه ولونها حلو وجميله وكل حاجه، بس بتركب ازاي بقى؟ شكلي هعمل حاجه تاني خالص. بصوا والله يا ظلمه يا مريم يا ظلمه. بصوا في خرم اهو، في خرم اهو. حطها كده بقى. الحمد لله اهو. لا 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 لا. الحمد لله. الواحد بقى الانسان ما بقاش ظلوم. لازم كل الواحد بقى يتعلم كده انه ايه، ما يحكمش على الحاجه من قبل ما يعيشها ويشوفها ويجربها. جايز تكون حاجه حلوه، جايز تكون مخبيه مفاجاه حلوه، صح ولا ايه؟ طيب ادي الحلقان. ان شاء الله كل حاجه تكون باينه في الكاميرا يعني. ترارا.
ادي الحلقان نركبها. يا على الحمام لما يتحط فيه بقى الستاره الحلوه الاموره دي، يا على الجمال. هحاول انزل ايدي كده شويه ونركب الحلقان دي كده. يا على المتابعين اللي جماعه، يعني انا 1000 واحد يشوفني و100 هما اللي عاملين اشتراك. ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ هو انا الا يا جماعه؟ انا الا بجد عشان محدش يشترك في قناتي؟ على فكره بكره هكبر وهبقى جامده جدا وهتقعدوا تتحايلوا عليا ان انا مش برد على الكومنتات بتاعتكم. خدوا بالكم، لما هبقى مشهوره مش هرد على كومنتات حد. بهزر يا جماعه، انا هفضل ارد على كومنتاتكم دي، بس ان شاء الله يعني تبقى ايه تبقى كومنتات كويسه يعني. بس عيب والله، يعني عيب عليكم ان انا شكرا ست امل ستيب اب ان انا ابقى قاعده يعني محدش يعني يعني انا بقالي فيديوهين تقريبا محدش بيكتب لي حاجه. ليه بقى؟ ليه؟ عشان شايفيني ايه بقى؟ لا انا خطيره على فكره من جوايا وممكن اطلع مواهب جامده جدا، بس ايه، بس انا مش لاقي حد يشجعني. لو انتوا شجعتوني هعمل شغل جامد بصراحه. انا مش مستنيه حد يشجعني بصراحه. انا هطلع شغل جامد لوحدي وان شاء الله هبني نفسي بنفسي و... وايه تاني، ويلا بينا على الحمام. يلا بينا على الحمام. بس انا عايزه اركب بقى الحديده الاول، يظهر كده ان انا عملت حاجه غلط. بصوا تقريبا هفك دي كده، هفكها. ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ وفي بتاع كده كل شويه تقع، مش عارفه ليه بتقع. طيب انا هركب. بسم الله يا بنتي يا لولو. ما بصي كل حاجه مطرطشه هنا، اصبري بقى اصبري. بصوا انا هركب دي بسم الله كده اهو. الستاره دي شكلها هتزعلني كتير. ليه بقى هتزعلني؟ لان بقى ايه، عماله تجري وعماله تهرب، وانا يعني انا غرضي واضح من الاول، انا عايزاكي تتعلقي. فاللي انت بتعمليه ده ما ينفعش خالص. لولو، هي دي سنة الحياة، يعني ان لما الحاجة تتعرف ان هي عايزة تتعلق فتجري وتهرب. يعني عشان اعرف ناس كتير كده لما يحسوا ان هما داخلين ايه حاجة جد بيجروا ويهربوا. عارفين انتوا الناس دي صح؟ ربنا يجيرنا منهم ان شاء الله. يلا اهو، 1 2 3 4 مسطرة 5 6. هتقولوا لي بتعديها ليه؟ اقول لكم مش عارفة. 7 اهو. لو كنت عديتها عادي كانت هتعدي عادي، بس انا لما بتكلم الحاجة بتقع. يا زمن، تضحكي على ايه يا بنتي يا لولو؟ تضحكي على ايه يا بنتي يا لولو؟ هو انا ليه بقول حكم معبر كده؟ مش متعودين عليا انا صح؟ انتوا متعودين على البت الهاديه الوديعه اللي بتطلع تصوصو في الفيديوهات. بس ايه بقى، برا الحمد لله. خلاص احنا كده ركبنا الستاره. نبتدي بقى نحط الماسوره التانية، نحطها كده. ونفسي اشوف البتاعه اللي كل شويه بتقع دي كانها شيء ليه اهميه، بس هي يعني هم اكيد عاملينها لاهميه معينه، بس انا بصراحه مش شايفه ان ليها اهميه. انا كده قصرت الستاره قوي، وممكن احط دي كده. بتهيألي ده اللي بيعمل كنترول اهو كده اهو 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 اهو. يلا بينا على الحمام. ايه رايكم بقى في الحلاوه والطعامه دي؟ بصوا بقت خطيره ازاي.
قفلنا بقى الحمام ده. احنا ممكن بقى نحط الستاره دي من جوه، صح؟ تهيألي من جوه هتبقى حلوه، متهيألي يعني. نروح كده من بعيد. ايه رأيكم؟ الحمد لله. الحمد لله الحمام بقى شكله لذيذ وظريف. يلا بينا يا جماعة، من غير كلام كتير، ايه رأيكم بقى في الإضاءة الجامدة اللي ورا الكنبة دي؟ بصوا بصوا بس يا لولي، بصوا المفرش اللي انا حطيته والاضاءه، وده الكشاف اللي فوق. ارد على التليفون واجيلكم. بصوا فتحت الكشاف، بصوا الجمال ما شاء الله. بصوا المفرش. ايه رايكم؟ نفسي اغير السجاده بس بصراحه مش وقته خالص.